بن شرقي كسب لوحده رغم كسل وتوهان اللعيبه كلها، ورغم ان كولر عامل كل حاجه عشان الاهلي ما يكسب. نزل بتشكيله مثاليه لكن بطريقه لعب ميته ما فيهاش اي فكره او حل، كأن الراجل خلاص قفل كرويا. اي مدرب بيعرف يقفل شويه ويضغط بيحط كولر في ورطه ما كان ممكن يخلص بسهوله، لكن تحول لمعاناه بسبب اداء باهت جدا من الفريق. تعالوا نحلل ونشوف ايه اللي حصل بالظبط في الماتش. متنساش تعمل لايك للفيديو وتدعمنا باشتراكك في القناه وتقولي رايك في الكومنتات. هنبدا بجدي كولر، واللي بقى واضح جدا انه مبقاش عنده اي فكره جديده يضيفها. بعد كده لازم نشوف ان المشكله مش بس عند كولر، في لعيبه كتير واضح انها بتتعامل معاه بنفس طريقه تعاملها مع موسيماني. ومن هنا لازم نروح لفقره خاصه بسيدي بن شرقي البطل الحقيقي للماتش، واخيرا فقره تقييم اللاعبين. يلا بينا نبدا. كولر نازل بكريم الدبيس ومحمد هاني كاطراف، وكانه بيقول لنا اديكم شايفين اهو بعمل اللي بتقولوا عليه، ورونا بقى. وكمان بدا باسامه ابو علي جنب جراد الشيار، حاجه كنت مستنيها من زمان لكن مش بالطريقه دي. كولر حرفيا دافن وسام، مخليه مجرد ان هو متسلم وسط المدافعين، معتمد على جراد الشيار اكتر كمحطه لعب، وبينزل ويستلم من تحت اكتر من وسام. فللاسف وسام ظهر بالشكل اللي بان عليه، بعيدا عن ان هو اصلا ما كانش في يومه. طب لما هو مش في يومه كان ممكن تطلعه وتنزل محمد عبد الله اللي هيمشي اكتر مع طريقتك اللي انت عايز تعتمد عليها دي، لان انت امام عاشور اللي انت الراجل عايز تلعبه وينجر وعايزه يلعب كلاسيك وينجر. الراجل بيبقى قمة خطورته وهو وشه الملعب وفي قلب الملعب، انما انت عايز تفضل دفنه على الطرف. طب انت مستفاد ايه؟ طول الماتش واضح ان الخطة فاشلة ومصر تكمل بنفس الطريقة. طب ايه الفكرة؟ محمد يوسف قرر انه يحرج كولر، وصدقني لو كان ضغط سنه كمان انا متاكد انه كان هيطلع بجون، بس هو فرط في فرصه ذهبيه انه ياخد الماتش من الميكانيكي اللي معانا. احرجه وخنق له بنا اللعب لدرجه انه ما بقاش عنده حلول غير ارفع عرضيه، طير عرضيه، ودي عرضيه، عرضيات من كل مكان. طب والنتيجه؟ طبعا صفر، عرضيات غير متقنه، بناء لعب مش موجود. طبيعي هتلاقي كيكه الشخاخ دي قدامك، اداء باهت ولاعيبه تكسف، مدرب يكسف. طب والله هتعملوا ايه في كاس العالم للانديه؟ استكمالا لعبث الشوط الاول، كولر بيقرر يقدم لنا شوط تاني اسوأ. حسنته الوحيده بن شرقي قرر يرمي وسام وجراديشار في حضن مدافعين حرس الحدود بدون اي فكره. حضرتك حتى العب على اللي بدات عليه في الشوط الاول. طب دلوقتي دخل امام للعمر ولا حياه لمن تنادي. كولر عامل مش سامعني. تخيل عزيزي المشاهد خط هجوم كامل مقرر انه يسلم نفسه لمدافعين حرس الحدود. طب تخيل معايا كده لو جراديشار قرر انه يتقدم لقدام ويسحب المدافع المان بتاعه، شوف هيفضي مساحه لوسام قد ايه. طب نيجي لفكر كولر في التبديلات. ايه فكرك في انك تغير احمد رضا بالسوليه؟ ليه دايما قصب بقصب؟ ليه ما عندكش ابداع؟ فين حلولك؟ ليه متخرجش مروان عطيه اللي ما عملش اي حاجه تذكر في الماتش، وتسيب احمد رضا على الدايره هو لوحده؟ هو هيقدر يتعامل ويفيدك، على الاقل عنده حل هجومي يقدر يتقدم لك، يقدر يشوط على الجون. فانت بجد يا كولر افلست فنيا، وكفايه كولر لحد كده. ويلا بينا على اللعيبه. بصراحه اللعيبه كانوا مجمعين انهم يخلوني احتار في مين يا ترى هيبقى اوسخ لعيب النهارده. تفننوا في انهم يبرزوا فشلهم، باصات غلط، تسلم غلط، استلام غلط، وما تجيبهاش والنبي في الارضيه. ارضيه الملعب زفت، بس معلش استاد زي استاد القاهره كنتش عارف تلعب عليه. بيراميدز بيكسب على نفس الملعب، فقول لي انت عملت لي ايه في الملعب النضيف برضه زي الزفت يا اخي. حتى الحسنه الوحيده اللي عندنا كنتوا هتكفروها. الراجل اللي نازل يستلم في المساحه الفاضيه عارف كويس قوي انه ما يسلمش نفسه للمدافع بتاعه ازاي، يشتته ويتحرك في ظهره ويتحرك صح. بس كريم الدبيس كان ليه راي تاني. الراجل كان ناقص يسحب لك واحده اسكندراني. مش عارف والله، كان عندنا مشكله في كميه الفرص المخلوقه وفي الاخر تضيع عشان ما عندكش مهاجم عدل. دلوقتي معاك اتنين سفاحين ومش عارف تخلق لهم فرص. طب وبعدين؟ بصوا انا بقول كفايه نكد لحد كده، ويلا بينا نحتفل شويه بسيدي بن شرقي بن قلبي باللي انت عايز تقوله. ما طولش عليك قول طول. بصراحه صفقه بن شرقي مش مزعلني فيها الا اننا اتحرمنا سنتين كاملين من ان يبقى عندنا الجمال ده. بجد لعيب مستواه الفني يخليك مبتسم وانت بتتفرج على جمال لمساته، جمال تحركاته وهو بيلعب بعقله قبل ما بيلعب برجله، حاسب كل خطوه قبل ما يعملها. وده اللي يفرق اللعيب الذكي عن اللعيب النحات. سامعني يا حسين يا شحات. بصراحه بن شرقي عمل اعظم اداء فردي بعد اداء يوسف عثمان في حلقه صباح وتحدي. بيخلق فرص، بيعدي واحد لواحد، بيوزع لعب، نازل مش همه غير المكسب وبس. تخيل لعيب قلبه على الفريق اكتر من كباتن النادي. يا اخي احرجتني بجمالك عزيزي المشاهد عزيزي المستمع. تخيل معايا كده الثنائيه تريزيجيه وبن شرقي. يا اخي ده طاهر لما جاب مستواه كنا نازلين بنرقص بريك دانس، ما بالك واحنا معانا الوينجين دول. يا خوفي عليهم بس تأثير كولر اللي بتمنى رحيله في اسرع وقت، عشان بجد الواحد مش حمل افلاسه الكروي. خلاص يا تبطل عجن يا تستغل الاسلحه اللي معاك صح.
طولت عليكم بصراحة، من قلبي يستاهل. ودلوقتي مع الفقرة المنتظرة، تقييم اللاعبين. شوبير مختبرش كتير بس بصراحة اللي راح عليه اتشال، فشوبير 5/10. مصطفى العيش 1/10. رامي ربيعة يعني هو طلع بالكرة كويس وكل حاجة، بس رامي ربيعة يعني بص انت بالنسبة لي 3/10. محمد هاني 3/10. رفع كام عرضية حلوين بس الماتش زي الخرا، خط الدفاع كله زي الخرا بصراحة. كريم الدبيس 0/10 وصفر بجدارة. قدامهم مروان عطية، مش هتكلم لتاني مرة عن مروان عطية. احمد رضا 2/10. حسين الشحات 0/10. مش محتاج طبعا اتكلم على سحين البحات. امام عاشور 0/10. ولا اي كورة كانت عدلة، ما لعبش عدل اصلا، وده مش بسببه بصراحة، بسبب اللي ما لعبوش في مكانه صح. وسام ابو علي يعني بصراحة بتقطع وانا بقول كده، 0 يا وسام. جراديشيار 5/10. بن شرقي 10/10. عمرو السولية 3/10. وبكده تبقى انتهت حلقتنا النهارده. استناكم في حلقات جديده، استناكم تقولوا لي رايكم في الحلقه، ويا رب تخشوا الجنه.